بنرحب فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج بلوجرز كيتشن، واليوم ضيفنا صانع المحتوى والمؤثر أحمد سيف. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا شيف، تشرفت فيك وتشرفنا في المشاهدين اللي بيشوفون هذه الحلقة الجميلة الممتعة اليوم. أحمد، شو أخبارك ويا الطبخ والمطبخ والتحضير الطعام؟ والله الحمد لله، يعني أنا إنسان أحب الطبخ يعني، وباذن الله اليوم يعني اي شو يو ماي سكيلز مثل ما يقولون، تشوف مهاراتي في الطبخ يعني. يا مرحب الساعه هيك تقول له، يا مرحب الساعه. مرحب الساعه، نعم. طيب، مرحب الساعه. انا محضر لك شاي كرك. نعم. وانا بعرف انك انت بتحب شاي الكرك. نعم. كرمال هيك حضرت لك شاي الكرك. بالضبط. في سكر ولا ما في سكر؟ ايه، في سكر. انا احب احط سكر شوي. انت تحب تحط سكر؟ اي سكر زياده. هذا مالك انت؟ هذا مالي انا. ايه، خليني احط الدلة انا هون بس. ماشي. انا حاطط سكر احمد. حلو. ماشي، مشكله. طيب جميل. نحن هون كمان، بس قبل ما نبتدي خلينا نلبس. عندك انت الابرون هذا اللي هون. ايوه. هذا المريول عندك هون. ايوه مريول. بسم الله. طيب نحن، انا بس خليني مع المشاهدين. خذ راحتك. وانت ابتدي في خلطتي السريه يعني. شوف سوري، لان انا متعود دائما تدري. اوكي. مسكين، انا مال حلاق بس البس اللي بيحملوا لي هاي هيك. طبعا انت ماكل ارضي شوكي قبل؟ انا ارضي شوكي الخرشوف. ارضي شوكي هذه اول مره اسمعها. أوكي. صراحه انا اليوم رح نطبخ الارضي شوكي. حلو. من المطبخ اللبناني. جميل، يا سلام. وانت كمان لازم تكون محضر حالك لانك انت رح تطبخ اليوم. اكيد. بسم الله. بلش بالشاي. شكرا. انت حطيت سكر؟ ايه، انا حطيت لي سكر شوي. يلا، انا ما بدي سكر لانه اوريدي يمكن فيه سكر. حلو. اوكي، منو فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. شيف سلامات شيف، شو السالفه؟ انت سويتها فيني؟ ما سويتها فيك. لا والله. السؤال هذا مش سكر الحين، انا عندي سؤال. هذا ملح للسلطه. انا حطيت لك ملح والله، سامحني. طب انا ما بدي، ليش؟ عشان بس نضبط الوضع بدايه الشو. يعطيكم الف عافيه مشاهدينا، راح تكون حلقه ممتعه وجميله ان شاء الله مع الشيف ربيع باذن الله. بدايه مميزه وموفقه. بدايه موفقه. استنى لكان. انا احس بشكر. زين، قلت بحط لك شكر. جهز لي روحك لكان. حاضرين. جهز لي روحك لكان. جوعان؟ جوعان؟ ميت مليوع. ميت انا ليش انا ضيوفي كلهم بيجوا جوعانين؟ كلهم جوعانين؟ ضيوفي كلهم بيجوا جوعانين. يا اخوي هذا وانا ماسكين دايت. طيب يا جماعه، نحن طبقنا لليوم راح بيكون الارضي شوكي محشي اللحمي من المطبخ اللبناني. مكونات هذه الطبق راح بتكون ارضي شوكي. نعم. بصل وثوم. بدنا صلصه طماطم، زيت زيتون، وصنوبر لحمي نزين بجبني، وطبعا في عندنا السبع بهارات. 7 بهارات. نعم. ليش سموها 7 بهارات؟ لانه فيها 7 بهارات. فيها 7 مكونات. هي تعتبر من 7 العجائب. العجائب 7. لا، هي فيها 7 مكونات. هي فيها فلفل اسود، فيها بهار حلو، فيها جوز الطيب، فيها الكزبره، فيها الزنجبيل، وفيها القرنفل، وفيها والله مراجع. والله الشيف مراجع يا جماعه الخير ومجهز نفسه. لا والله انا شيف. انت تسالني 7 بهارات وما قال لك البزار بعد شو بيه الامارات. لا بس خلاص والله سوري شيف. شوف، مدة تحضير هذا الطبق ساعة. اوكي، ساعة كاملة. إذا كان عندنا الأرض شوكي جاهز بياخذ معنا من 45 دقيقة لساعة، ولكن إذا ما كان الأرض شوكي جاهز بياخذ معنا ساعة وربع. الحين هو جاهز؟ الحين هو جاهز. قدامك ساعة لتاكل. أنت ميت من الجوع، بخليك تجوع بعد أكثر. لا إله إلا الله. ليش أحمد جاهز؟ نعم، هو بيكون هيك، بس هي بيكون مقلي. نعم، هذا يعني نزله في الزيت. جميل. عشان ينزل في الزيت وتقليه بده تاخذ له ربع ساعة وتصفيه من الزيت. جميل رائع. بتعرف يا أحمد؟ نعم. أنا كل فقرة بأي حلقة بعمل ضرب أو مقلب بضيوفي. أنت اليوم سويتها فيني. والله أنا حسيت إنه يعني جاي تقول لي بداية موفقة. يعني شكلك تتقبل المزح. يا شيخ خلينا نشوف. رجعنا لكم مع مكونات الطبق اللي رح يحضر لنا اياه احمد، وبدنا نشوف خبره احمد ومهاراته. هل هو شاطر في المطبخ مثل ما هو شاطر في السوشيال ميديا؟ طبعا نستعرض مكونات الطبق. السلطه الارمنيه احمد. نايس. تاخذ هي اللي انت رح تعملها. لعباتي يا احمد اللي انت عملت فيني ضرب. يا احمد اللي عملت فيني مقلب. مكونات السلطه الارمنيه هي جزر حلو، خيار، الله، فلفل الوان، يا سلام، طماطم، ممتاز، وفي عندنا زيتون، ودبس فليفلي اللي هي الشطه الحلبيه. جميل. بصل. هلا في ناس بتضيف لها توم، في ناس ما بتضيف لها توم. انت لو حبيت تضيف توم عندك اقدر اضيف توم. نعم، اوبشن جميل. نعم، اوكي. وفي عندنا الجوز. انا حاطط جوز وحاطط كمان لوز. جوز ولوز مع بعض. لوز حطوا ضيفه. حلو. الدريسنج اللي هو الصوص، راح نخلط الليمون مع زيت الزيتون مع الملح مع الدبس الفليفلي مع دبس الرمان. حلو. ونمكسهم كلهم مع بعض ونكونوا جاهزين. وبعدين الخضار يلي انت بتقطعها راح تحطها في هذه البوله هون، نمكسهم كلهم مع بعض وتقدم. جاهز.
السلطه الرومانيه لعباتي. ارمنيه إيه؟ هذه من البدايه. اي ارمنيه. نعم. انت بتحب الخضار؟ انا ايه اموت في الخضار انا. والله في يعني عاده في ناس طيب شو الاكله اللي ما بيمر اسبوع الا لازم احمد ياكلها؟ صراحه تبي تلبس قفاز ايضا فيك، تبي ما تلبس كمان فيك، يعني هلا سلطتك انت حتحضرها وانت حتاكلها. ايوه وانت بتاكل معي طبعا السلطه لازم تاكلها معي. شو الاكله اللي انت للامانه شيف انا احب البرجر، يعني برجر بيف برجر. البيف برجر. فلازم انا عندي البيف برجر يا طويل العمر والسلامه، لازم من ضمنها يكون من ضمن يومي او اليوم الاسبوع، ما يمر اسبوع الا وانا ما اكل. يعني بالاسبوع بتاكل يوم برجر؟ ايوه لازم بالضبط. انا راح اضيف زيت زيتون هون. اوكي. وعندك انت زيت أيوة. زيتون انا بضيف لك اياه كمان هون. جميل جميل جميل. تمام بهذا الشكل. انا راح ابتدي قدام المشاهدين حتى احضر. اوعى لا 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 احمد رويني طيب. رويني طيب. بس انا ما احب اشوف الدم، يوم اشوف الدم يجيني دوار. طب اعطيني انا شوي، ورجيني شوي. اصبر عني بس عشان ما يصب. طب ورجيني شوي بس مخرج، بس خلينا لحظه شوي من وين وقف التصوير. ثاني مره قصيدي والله بس وقف تصوير. ورجيني بس هذا جرح عميقه ولا. اوكي ليتس كونتينيو كوتش. ليتس كونتينيو شيف. يعطيك العافيه. الله يسامحك. قلت لك ما صارت معي ولا حلقه والله. السلطه الرومانيه لعباتي. ليتس كونتينيو. يعطيك العافيه. لا تطبخ محلي بعد. انا ضيفك اليوم يا احمد. كمل حبيبي والله بالعكس. انا ضيفك وانت اشتغل فيني، ضلك اشتغل فيني. انا احبك يا شيف. يلا نلعب. والله ولا حلقه صارت معي ولا حدا عملها فيني. انا ما اتخيل الحين صدق ينطر هالمره وما تصدقني. انت متفق مع المخرج ولا شو الموضوع؟ انا مش موجود في الحلقه. الله انا عم اقطع البصل والله مش عارف ركز. انا خوفتني عليك يا رجل. سوري حتى والله خوفتني عليك. انا قاعد اركز تعرفني قاعد اركز في المقلب لدرجه قصيت الطماط كبير. اول مره قص الطماط، بس هذا نوع من انواع الاستراتيجيات. انا قاعد اقطع البصل، صرت اقطع البصل مثل المبتدئين في المطبخ. نسيت حالي اني شيف ولا يعني روعتني عليك. حبيبي يا شيف. الامور طيبه، سوالف ضحك. طب انت ما قلت لي شو هي الاكله يلي ما قلت لي الاكله. شوف انا ضيعتها. ايوه شو الاكله قلت لي برجر. انا نسيتني والله. حلو حبيبي سامحنا والله. يلا المهم سلامتك مو مشكله. المهم انه مقلب وما كان بجد يعني بصراحه. الحين جد الحين جد. ما راح تطلع. لا الحين جد كوتش. ترانزيشن يا جماعه. لا جد. لا ما خطير انت والله خطير. يعد الجوز المزروع في كاليفورنيا والغني بالأوميغا 3 الإضافة المثالية لأي وجبة، فهي صحية وذات مذاق رائع، ويمكنك إضافتها إلى السلطات وأطباق المعكرونة والآيس كريم والمزيد. يزخر موقعنا الإلكتروني بمعلومات عن كيفية استخدام جوز كاليفورنيا في وصفاتك المفضلة. استمتع بوجبة خفيفة مغذية في أي وقت من اليوم مع النكهات اللذيذة لجوز كاليفورنيا. هون يا احمد انا مثل ما انت شايف ضفت البهارات. نعم. شو بتسوي؟ تلبس قفاز؟ انا الصراحه يعني شيف من بعد ما سويت لك المقلب والله بديت اخاف فعليا. انا الحين فعليا بديت اخاف، فقلت اني البس القفاز عشان صدق. طيب لان انا كنت في احد برامج الطبخ وصدق جرحت نفسي. صدق. والله العظيم احد برامج الطبخ صدق جرحت نفسي. طيب احمد نعم. نحن في عندنا تحدي جديد، بس خليني انا اشرح للمشاهدين باني انا طبخت اللحمه اللي هي الحشوه هون. بعد ما البصل تكرمل شوي مع الثوم حطينا اللحمه، حطينا البهارات وحطينا لها شويه ملح. فينا كمان نحط بعد رشه ملح ثاني. جميل. ثاني ما كترت ملح انا. حلو. هلا رح ضيف زيت الزيتون. ممتاز. واعمل اللي هي الصلصه. طيب جاهز يا احمد للتحدي الثاني؟ مستعد دائما وابدا. انت جيعان؟ ميت يوه. انا جاي اليوم عشان اذوق من ايدك الحلوه. تحب الدجاج المشوي؟ انا لعباتي صدر الدجاج المشوي. صدر الدجاج وماكينه يكون يا سلام. انا هلا بلعبك لعبه. حلو. انا بلعبك لعبه. خليني اضيف هذول هيك. ايوه. طبعا نحن بنذكر المشاهدين بانه طبختنا رح تحتاج من الوقت الى ساعه، واحمد يحتاج الى ربع ساعه ل 20 دقيقه اذا ما جرح اصبعه. ان شاء الله ما بيجرح اصبعه.
راح اضيف كمان شويه صنوبر هون وبلش حضر لك انا يا ابو حميد. هلا حبيبي، شو رايك في هذه الدجاجه؟ الله يا سلام. لا تقرب عليها شوي بس هذه. لا والله ريحتها هذه اللعبه زاكيه مثل ما يقولون. هذه اللعبه. الله عندنا الليمون، نايس، حلو، وعندنا البيض، جميل، عندنا القم. لازم شو تاكل هيك لازم تجتاز في تحديات. انت شو التحديات اللي حاط لي؟ لازم تجتاز تحديات. خليني اضيف انا البندوره. حط البندوره بس لا ما تنسى الكندوره. والله ما زينك تنسى تعرف شو الكندوره؟ الكندوره طبعا اكيد لازم تعرف الكندوره. ايه انا تراني البس كندوره بعدها. كفو. ايه طبعا ما شاء الله. بس كيف كان طعم الكرك؟ يلا عيش. بسم الله. انت تحديات. بشوف هلا طعم الدجاج. ايوه بنشوف طعم الدجاج. بتقول لي انت طعم الدجاج هلا. حلو. طبعا 40 دقيقة انا بس عشان اسوي سلطة. انت الطبخة رح تخلص قبل السلطة. قبل السلطة نعم. شوف عشان انت نعم. يا احمد تاكل هاي الدجاجة عندك هذه البيض. ممتاز. انا لعباتي البيض. انت تروح الجيم. أوه. انت تروح الجيم، انت رياضي. صدر الدياي بياض البيض مهم عندي انا. صدر الدجاجة اعلى نسبة بروتين فيها. شو اللي قاعد يحصل هني؟ تفضل اشرب. ها؟ عشان تاكل الدجاجة لازم تشرب البيض. ايه بس في هذا اول تحدي. ايه بس في مكونات ناقصة. شو بدك؟ في مكونات ناقصة للسلطة على ما اعتقد مش موجودة هنا المكونات. مش عارف وين احط المكونات. احمد ارجع نعم. ارجع بس في مكونات لا تريك المكونات. أيوة انت تشرب البيض؟ السلطة الرومانية أرمنية حبيبي. ركز معي. ركز معي هون. نعم. ها تاكل الدجاج ولا باكلها انا؟ لا انا باكلها. اوكي زين. طيب تمام يلا ابتدي اشرب البيض. لازم اشرب بيض البيض؟ لازم تشرب البيضة كلها. اوه بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيين رياضي انت. سد مناخيرك واشرب يا احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ ابتديت استنى. الحمد لله. خليه. اول مرة اسويها في حياتي. طب اعصر الليمونات هذول واشرب. اعصر الليمون. والله اول مرة في حياتك؟ والله اول مرة اسويها. اشرب مي اشرب مي. هذه الامور طيبة. اشرب ماي حبيبي معك ريال. ما احتاج اشرب ماي حبيبي. طيب تعصر الليمون؟ لا عصير ليمون حلو يلا. تعصرهم كلهم كلهم في 30 ثانية. 30 ثانية. 30 ثانية. واو الحين كم منه؟ اريد زحلق. يلا عم يخلصوا ال 30 ثانية عم يخلصوا. ما يخلص وانا موجود. انا ليش لبست القفاز؟ والله عشان ما تعور حالك تعمل مقالب في الضيوف. حصلت طريقة. يلا خلصوا 30 ثانية. خلصوا 30 ثانية. اوه يلا لا امزح معك يلا. والله اوكي. انت قاعد تغش احمد. ها ما قاعد والله قاعد اعصرها انا قاعد اعصر. قاعد خلص خلصوا 30 ثانية. ما تبغى عصير ليمون؟ تفضل خلص. لا تقدر تاكل. بسم الله بسم الله. اوكي. لذيذ. خطير. يلا تريك الدجاج شويه. خلص شو الغداء بعد الغداء بنخلص. خلينا في تحدي ثاني بعد يا احمد. لا انت فكرت حالك جاي تعمل فيني ضرب تحط لي ملح في الكرك؟ انسى موضوع الكرك. انا اعتذر منك. ما راح اكررها مره اخرى. ونرد من البدايه. ما يصير نرد من بدايه البرنامج. ما يصير. وين اللي حصل واللي صار واحنا الحمد لله على كل حال مستمرين. وانا بدي انتقم. انا اسف والله. شوف هي الارض الشوكي انا بدخلها على الفرن. ممتاز. بالفرن بياخذ تقريبا ربع ساعه 20 دقيقه. تسوي فيني تحدي اخر؟ اي هلا بدنا نعمل تحدي ثاني. احمد سيف قاعد اتفنن في السلطه الرومانيه. رجعنا للتحدي بس هذا ما بدي اياك تشوف. اوكي. ارمنيه. تفضل. انت سلطه ارمنيه. شو اخبارك؟ سلطه ارمنيه نعم. كويس الحمد لله نعم. انا خلصت طبعا قبل ما انت يلا بساعدك فيه بس معليش. احلى الخبره والله. جاهز للاسئله يا احمد؟ جاهز حبيبي. طيب عندنا 3 اطباق. جميل. اختار لي الاول منهم. خير الامور اوسطها. لا ابيض. صار خير الامور اخرها عند احمد. خير الامور ابيضها. ابيضها البيض عنده مشتغل يعني بقى. الحمد لله. طيب طبعا هون
الطبق هذا شو؟ بيض الطبق هذا هو اتصال بفنان، يا سلام. او اتصال بفنان صديق مؤثر. نعم. تطلب منه انه بدك تشتغل معه. اني اشتغل معه. مع مين بدك تحكي؟ والله وايدين فنانين صراحه. اعطيني اسم حدا منهم. يعني بن صويلح او اتصل عليه هلا. اتصل عليه عرضه؟ صويلح نفسه؟ لا غير بن صويلح. انا ما بدي انت بن صويلح. انا عارف غير بن انا عارف بن صويلح. غير لي عن بن صويلح. اختار لك ابراهيم العم ناجي. العم ناجي. نعم العم ناجي. ابراهيم المريسي. اتصل له. هي اتصل. ابراهيم المريسي. نعم. وجه له تحيه لابراهيم المريسي. وجه تحيه له. تفضل اتصل في ابراهيم المريسي وقول له انك بدك تشتغل معه. حلو بس اتمنى انه ما يجيب العيد فينا لان افتح السبيكر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. افتح السبيكر خلينا نسمع شو العم ناجي بده يحكي معك. ابراهيم اشيك انا هون. وضعها تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اتمنى ما يجيب العيد لان كل اصحابنا بيجيبوا العيد. ابراهيم السلام عليكم. ابراهيم حبيبي انت على الهواء مباشره. انا في مقابله في قناه الظفره مع الشيف ربيع عامر. الشيف ربيع عامر. ابراهيم مساء الخير، وجهك تحيه. مساء الورد. شو اخبارك؟ والله الحمد لله. معك احمد. طبعا ما شاء الله هو جايب نص العيد. الحين بكمل نص الثاني معك. خلي يكمل النص الثاني. العيد قاعد يمشي على الارض. اسمعني ابراهيم سؤال على السريع، نحن على الهواء مباشره. اسمعني اذا مو اذا اشتغل معاه في عمل. اطلب منه. لو سمحت ابراهيم ابغاك تجيبني في عمل سينمائي معك. العمل السينمائي القادم انا اكون معك. هل انت موافق على هذا الشيء ولا لا؟ شغله ولا ما تشغله يا ابراهيم؟ نعم. والله ها شوف شد امنا لك شغل. حبيبي والله جزاك الله خير. حبيبي ابراهيم وجه لك تحيه. مع السلامه. شكرا حبيبي شكرا. بس فلوسي لا تنساها الله يخليك. يلا مع السلامه. شكرا مع السلامه. طيب انا راح اختار الطبق هذا هلا. هو اجر. الاجر عند الله والثواب. نحمد الله ونشكره على كل حال. طيب بما انك حكيت مع فيلم العم ناجي. ايوه. شو هو الاجر اللي تقاضيته؟ الاجر تقاضيته من ترى في بكل صراحه وبكل صدق. في جزئين وشفافيه يعني. نعم وشفافيه. في جزئين. الجزء الاخير تقاضيت 30,000 درهم. لا روبيا. دولار يا ريت. لا اماراتي. درهم 30,000 درهم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هذا سعر جيد للشخص يعني. الحمد لله. موهوب. طبعا السؤال الاخير يا احمد، هو فنان يستحيل العمل معه. انت تبغى تورطنا؟ احنا مش تورطنا في البيض؟ مش جبنا لك عمل هلا؟ انت جبت لي عمل. بنروح لك 4. انت روح لي. انت شجاع. انا شجاع. احترقت الارض شوقي. خلينا نشوف مين هو هذا. لا ما تتصل عليه. لا تتصل. لا خلص ما تتصل. بس فنان يستحيل العمل معه. والله شوف انا اول شيء احترم كل زملائي اللي في العمل وجميع الفنانين اللي انا اشتغل معاهم. وجه تحيه للجميع. احترمهم واحبهم. ويعني مش ان استنقاص اني انا اذكر اسم حد. يمكن ما اشوف انه بيني وبينه دويتو او دبلوماسيه يعني هذه. والله مش دبلوماسيه. وكنت بدك تودينا ورا الشمس. دبلوماسيه يعني. لا يعني انه ما طيب يلا ضل مين؟ ما لازم اسم. ما في بحياة الملح حطيته في الكرك. بحياة الملح نفسه. ما في فنان صراحة. ما في حدا يعني. انت متقبل الجميع. انت متقبل الجميع وتعمل مع الجميع. طبعا انت روحك طيبه ومرح حبيبي. شكرا. والجميع يحبك. نحن كلنا نحبك. على راسي والله. طب شو رايك انا ساعدك بشيء؟ تفضل. نعم انا محتاج هذا الشيء. اعطيني انا ساعدك هون. هي والله ساعدني. انا اسوي لك هذا الدريسينج. ايوه بالضبط. اوكي بالضبط. انا اكمل تقطيع ولا انت خلاص؟ كمل تقطيع وضيف الزيتون بالضبط من غير ما تعور اصبعك. الله يخليك. اوكي. شو رايك وانا نفسك؟ 30,000 بجد 30,000؟ لا 30,000 قلتها كذي عادي. 8 ازيد؟ والله؟ البس قفاز مشان 30,000. والله بالله عليك عادي يا اخي. شو المشكلة؟ ليش نقص على الناس؟ خلينا نكون واقعيين. اي صح. انا بعدني ما صرت النجم الرقم بعدني انا في بداياتي الحمد لله. ما شاء الله عليك. لا بس انا في ناس يكذبون ترى. تبغاني اكذب؟ عيد الفقرة عشان اكذب. طيب يعني انت شايف نفسك مثلا لسه في منتصف الطريق في الحمد لله. انا يمكن اليوم احنا في جيلنا حصلنا فرص يمكن في شباب ما حصلوا، او حتى الجيل اللي طلعوا الله يوفقهم كبار نجوم يوم كانوا في اعمارنا ما حصلوا هالفرصه. فنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. لله الحمد. قال لك اهم شيء وهو جميل جدا الشخص يلي يشكر. نعم. بدك واحد ثاني. ايوه شكرا.
لان يمين واخلي يسار ايه لا ما يستوي. مع اني انا اشوت يمين يعني فاهم. طيب انا راح احط هون ملح، راح احط شويه دبس رمان. السلطه الارمنيه لازم تكون شويه سبايسي. سبايسي نايس. انت تحب السبايسي شيف؟ انا احب السبايسي. ممنوع تعمل شيء بس. شو حاضرين ما بحط لك ولا شيء لا تخاف. حط شويه نعناع يابس، شويه ليمون وهيك. يا احمد نعم الدريسنج جاهز. الدريسنج جاهز؟ خلاص بس نحط هذه. اوكي ثواني بس جبنا العيد مره اخرى. يعد الجوز المزروع في كاليفورنيا والغني بالأوميغا 3 الإضافة المثالية لأي وجبة، فهي صحية وذات مذاق رائع، ويمكنك إضافتها إلى السلطات وأطباق المعكرونة والآيس كريم والمزيد. يزخر موقعنا الإلكتروني بمعلومات عن كيفية استخدام جوز كاليفورنيا في وصفاتك المفضلة. استمتع بوجبة خفيفة مغذية في أي وقت من اليوم مع النكهات اللذيذة لجوز كاليفورنيا. طبعا احنا هيك وصلنا للفقرة الأخيرة. أحمد مثل ما شفت احنا جهزت الصينية معنا بالفرن، تتقدم مع الرز بالشعرية. نحن الرز بالشعرية أو رز أبيض مجهز مسبقا. أنت أحمد فيك تسكب سلطتك كمان. بس شو رأيك في الريحة؟ يا سلام عالمية. شغل ايدي السلطة شغل ايدي. بس قبل لك السلطة شوي منها. الحمد لله اللي أنا محضر لك المقادير. حبيبي والله. يلا هلا بدنا ناكل يا أحمد. شكلها لذيذة. بدنا ناكل يا أحمد هلا. حاضرين بعد ما عاقبتني وما قلبتني أنا جوعان؟ ميت. أنا ميت مليون. والدجاجة اللي فرمتها هلا قبل شوي ما فرمنا بس أكلنا الرجل. ما كذا شيء. رجل فقط. أزيدك ولا ممتاز؟ يا جماعة أنتم ما شفتوه بالفاصل. في الفاصل فصل. هذه الرجل الدجاجة كلها قضى عليها. نعم. صحتين يا أحمد. على قلبك حبيبي. أنت في مطبخي وبدك تاكل كيف هيك يعني. مشكور. شكرا على هذه الضيافة الطيبة يا حبيبي. شكرا، وإن شاء الله نتمنى للمشاهدين اللي يتابعون هذه الحلقة أن ياكلوا من إيدك الطيبة. حبيبي تسلم. حبيبي والله. تحب الأكل شكله حلو ولا تحب أنت على طول تدخل تضرب في الخمس؟ تدخل تضرب الخمس، بس احتراما للمشاهدين لازم نزين اليوم. ما بتفرق، المهم إنه يكون نعبي البطل. يعني نحن خي أحمد. نعم. نحن معشر الطهاة لازم يكون عندنا الأكل طبعا يتقدم بشكل جميل. نعم. العين بتاكل. صح. كيف يعني العين تاكل؟ ونحن حندوق. قال العين تاكل، يعني كيف العين تاكل هيك اكل عين؟ هيك. معنات الكلام يعني. معنات الكلام. قول لي المعنى. الله ما اعرف انا. تفضل دوق. دام فضلك بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل دوق. شكرا. واعطيني رايك في كل امانه. ارض شو اسمه؟ ارضي شوكي اللي هو الخرشوف من المطبخ اللبناني. بسم الله الرحمن الرحيم. عادي انا اعرف خرشوف. انا بدي ادخل على السلطه هون دايركت. بسم الله. حبيتها والله. طيبه ولذيذه والله. اول مره ادوقها. اول مره ادوقها. كثير صحي على فكره. هيلثي على فكره. الخرشوف كثير صحي، بيحافظ على مستويات، بيخفض مستويات السكر في الدم، جدا مفيد للشرايين. وانا كثير بحب اني اطبخ اكل استفيد منه ويكون صحي. ممتاز. انا والله احب هالشيء لاني انا كرياضي اليوم انصح الناس والله ان تسوي هالاستراتيجيه اللي انت تتبعها. ضروريه احمد. صح. السلطه. بسم الله. انت ما شفت حتى الملح متناسب متوازي. نعم. لازم يكون معتدل. تصدق شيف كل شيء زاد عن حده نقص. نحن في بيتنا ما نزيد الملح في الاكل لدرجه الشباب، يعني نحن عائله رياضيه ما نزيد بهارات وزيت ولا الملح. تعطي كل شيء حقه. نعم. طيب بتحب توجه كلمه للمشاهدين بعد ما تاكل هاي المعلقه؟ هون ولا هون مشاهدين؟ موجودين هون؟ اوكي. مشاهدين. الشيف ربيع والله اني تشرفت بمعرفته حبيبي. وسوينا هذا الطبق الجميل اللي هو ارض شوكي. نعم. ارض شوكي طبق من المطبخ اللبناني. ولازم نجربه، ضروري تجربونه لو ما جربتوا هذه الاكله. والسلطه الارمنيه.
والسلطه الارمنيه اللي جبنا فيها العيد خليناها المانيه عموما. لا بس هي شوف، هي الشكل شويه قد يكون في اشياء غير متجانسه او متشابهه. نعم. ولكن يعني المهم التيست الطعم يكون موجود. نعم. والمشاهدين اللي بيعملوا هاي الاطباق يمنشنوا لك اياها. يمنشنون اياها. نعم. وللشيف ربيع. وللشيف ربيع ايضا. طبعا انا كمان بوجه تحيه لمتابعينك والمشاهدين. هيك نحن اطباقنا هذول ضيوفنا. شكرا. وهضمتهم. شكرا. وهي المقالب اللي عملها فيني احمد انا ما حنساها. لا والتحديات يعني انا ابتديت اليوم، انا متعود اني ابتدي في الضيف ادخل معه على طول. احمد دخل فيني عمل الشاي بالملح. عمل لي قص اصبع. والله بصدق اني خفت عليك حبيبي، والله بصدق اني خفت عليك. ولكن الحمد لله اني كان مقلب وانا اكلت المقلب، ولكن انت ما صار لك شيء. الحمد لله. كثير انا مسرور فيك احمد. على راسي. للمشاهدين هيك ضيوفنا مهضومين. هذا بلوجرز كيتشن. تابعونا بكره بحلقه جديده من المطبخ المصري. معكم الشيف ربيع. احمد سيف. باي باي.